السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب الكل بخير. اليوم راح أسوي وياكم كيكة الترند الجديدة اللي طالعة بالتيك توك اسمها طاقية السلطان. طبعا أنا جربتها أول مرة وكلش عجبتني، قلت خلي أسويها وياكم. نقول بسم الله ونبدي وياكم بالمقادير. المقادير مالتها سهلة كلش، هي مو كيكة بالمعنى المفهوم، هي تشبه لفة الخميرة والفطاير لكن نسويها بشكل مختلف. أول شي خليت باكيت من الخميرة، خليت عليه نصف كوب من الحليب الدافي ونصف كوب من المي، يعني مقدار كوب كامل من المادة السائلة. خليت ربع كوب من الزيت ورشة من الملح. وهنا راح أجيب بيضة واحدة، أخذ البياض مالها استخدمه للعجينة والصفار أخليه بعدين أدهن بيه الوجه. خليت شوية فانيلا، وهنا عندي نصف كوب من السكر حتى يكون طعم بيها شوية حلا. كملت المواد السائلة كلها، أبدي أخلطهم كل زين بالخميرة اللي استخدمتها، مو خميرة جافة، خميرة باكيت. هاي الخميرة كلش يعني مفعولها يكون أقوى وتساعد بتخمير المعجنات أسرع. وهنا راح أنزل بالمادة الجافة اللي هي 3 أكواب وربع من الطحين فقط. طبعا المقادير بالتفاصيل راح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف إذا كان بالفيديو سريع وما لحقتوا عليه. هنا أول شي راح أبدي أخلط الطحين جيدا بالمواد السائلة إلى أن يبدي يثقل وياي. بعدين راح أبدي أعجنه بالإيد. أعجنه مو عجنة كاملة بالبداية، يعني فقط أتأكد بأنه الطحين كله امتزج ويا المواد السائلة. ورا ما يمتزج راح أبدي أقسمه إلى قسمين، حتى قسم أسويه أخلي له كاكاو يكون باللون الجوزي بطعم النستلة، وقسم يبقى أبيض بطعمة الفانيلا. راح أقسمهم قسمين. إذا ردتوا كلش مضبوط أن تستخدمون ميزان، أو إذا هيك حبيتوا بقرارة عينكم تسووها قسمين، القسمين نفس الشي. أول شي أجيب القسم اللي راح أخلي بيه الكاكاو، راح أخلي ملعقة ونص كبيرة من الكاكاو وكمية من الزبدة، يعني تقريبا 30 غرام مكعب من الزبدة. هي تكون موجودة بالحواف مال بعض باكيتات المارجرين، تكون موجودة تقسيمات على 50 غرام. هنا عجنتهم كل زين. احتاجيت تقريبا ملعقة من السائل، سواء كان حليب أو مي مثل ما تحبون، حتى تنعجن ويانا كل زين، لأن ضفت لها كاكاو. هنا صارت بهذا الشكل عجينة لينة كلش وسهلة وشوية تلزق بالإيد. هنا الجزء الثاني راح أخلي له أيضا مقدار من الزبدة مثل ما تشوفون مكعب صغير، وهم يعني أبدي أعجنه كل زين. ممكن تخلون ملعقتين كبار من الزيت، يعني من زيت الطعام العادي، زيت النباتي، لكن الزبدة تخليها تكون غنية أكثر، وتكون خاصة إذا كانت من النوع الزين فتعطيها فد ريحة طيبة همين كلش. هنا أيضا أعجنهم اثنيناتهم كل زين، وورا ما أتأكد لازم طبعا ينعجنون كل زين مثل لفة الخميرة، مثل الفطائر اللي أسويها ضروري العجين يكون يعني حتى تنعم ويانا وتصير ناعمة كلش العجينة. هنا أغطيهم اثنيناتهم وأتركهم بمكان دافي حتى يختمرون، طبعا حسب الجو، لكن هي تقريبا تاخذ ساعة. طبعا هاي الوصفة يعني تمر بمرحلتين اختبار. هاي المرحلة الأولى، هنا أنا كنت مخلية زيت بالصحن الأول، فهنا استخدمت الزيت للجزئين حتى الزيت لا تخلي العجينة تلزق بالصحن اللي احنا دا نخمرها بيه. هنا ورا مرور ساعة تقريبا اختمرت ويانا مثل ما تشوفون. شوية أرش طحين وأبدي أفتحها، وطبعا هي تكون كلش ناعمة. ومن أجي أفتحها أتأكد بأن يكون جواها الطحين حتى لا تلزق وياي، حتى من أشيلها ما تلزق وتشقق وياي. أفتحهم اثنيناتهم العجينتين على شكل مستطيل تقريبا، يعني أفتحهم بقرارة العين يكونون اثنيناتهم نفس الحجم. إذا كان عندكم طاولة كبيرة ممكن أن تفتحون اثنيناتهم وحدة ويا اللغ حتى تشوفون بأنهم اثنيناتهم نفس الحجم، أو إذا الطاولة ما تكفي تفتحون أول وحدة وبعدين تفتحون ثاني وحدة، يعني يكونون نفس الشي. حتى راح نجي هسه بعدين مثل ما تشوفون من نبدي نشكلها راح نخليها وحدة فوق اللغ. ضروري كلش من تفتحوها بالشبك ما تضغطون عليها كلش هواية حتى لا تلزق على الميز اللي تفتحون عليه، ومن تجون تشيلوه تشقق وياكم. وتتأكدون بأنه راشين عليها من جوا شوية طحين حتى أيضا يعني لما تلزق يخرب الشكل مالته. هاي فتحنا أول وحدة، راح نجي نفتح هنايا ثاني وحدة. هاي نفتحها ثاني شي. أنا فتحت العجينة اللي بالفانيليا لأن هي هاي راح تكون الطبقة الجوانية، والطبقة العجينة اللي بطعم النستلة أو العجينة الجوزية راح تصير لي جوا. هاي اللي تكون لي فوق، يعني عفوا هاي تكون لي جوا، وذيك الثانية راح تيجي فوقاتها وبعدين راح نسويها على شكل رول.
هنايا أيضًا بديت أفتحها على شكل مستطيل، حتى اثنيناتهم تقريبًا مثل ما قلت يكونون نفس الحجم يعني. وهنا أيضًا أتأكد بأن مرشوشة من جوا طحين حتى لا تلزق وياي، وما أضغط كلش قوي بالشبك. انتم من راح تفتحوها ومن راح تسوون العجينة بهاي المقادير راح تشوفون العجينة كلش لينة وياكم، وبما أنه مختمرة فراح تلين وياكم أكثر لأن مرتاحة وياكم. فما تحتاج الضغط عليها، فقط يعني ضغط كلش خفيف حتى تنفتح وياكم. نفتحها رقيق أقل من نصف سنتيمتر. بعدين راح نجي هنايا نخلي العجينة الثانية اللي هي طعمة النسل راح نخليها فوق هاي العجينة الأولى ونبدي نشكلها. صارت بهذا الشكل، آه، مثل ما شفتوا يعني مثل ما دا أشوفكم السمك مالتها يعني أقل من نصف سنتيمتر. تأكدت منعتها كل زين وفتحتها كل الأطراف صارت متساوية. جبت الثانية هاي العجينة الثانية خليتها فوقها حتى بعدين أبدي أسويها على شكل رول. وهنا أتأكد بأن اثنيناتهم يكونون يعني الحافات مالتهم أساويها كل زين حتى يكونون الاثنين نفس الكبر. مثل ما تشوفون يعني هي شوية تحتاج خلق، يطولون خلق وياها مو هواية، بس يعني بالنهاية راح يكون شكلها كلش حلو وطعمها همينة جدا جدا حلو، يشبه لفة الخميرة يعني، بس أنا بالنسبة لي أطيب يعني. أنا كنت مسوية سابقا همينة معجنات تشبه هاي تقريبا، بس كانت اللفة مالتها غير شكل. هنا راح أبدي هيجي أسويها على شكل رول، أرولها عدة مرات وبعدين تقريبا يعني ثلثين مساحة القطعة المستطيلة اللي دا أسويها رولتها، وبعدين من وصلت الثلث الأخير راح أجي بهذا الشكل أقطعها على شكل شرايط، كل واحدة من عندهم تقريبا سنتيمتر، حتى بعدين أبدي ألفها أيضا مثل ما راح أشوفكم. طبعا مثل ما قلت لكم بداية الفيديو راح أكتب لكم المقادير بالتفاصيل بصندوق الوصف. وإذا وصلتوا لهناية أتمنى من المشترك بالقناة يشترك ويانا ويفعل جرس الإشعارات حتى توصلكم الإشعارات بالفيديوهات الجديدة، وتخلون لايك وتعليق حلو من إيدكم. وراح نبدأ إن شاء الله بالفيديوهات الجاية نجهز تفريزات، بعض التفريزات بعض المعجنات لشهر رمضان. وأهم شيء السحور. طبعا الفطور مو كلش يتعب الواحد، السحور هو اللي واحد يحتار يعني شنو ياكل بيه. السحور عادي يعني مثل وجبة الغداء. الأكل ماله أنا بالنسبة لي ما مو كلش يتعبني، لكن السحور قسم بالبيت يعني أذواق مختلفة من تصير يعني واحد يحتار صراحة شنو يسوي. فالأحسن شيء إنه إحنا نسوي شوية تفريزات معجنات، شوية كبب حتى يعني ناكلها كل عائلة يعني حسب الذوق مالتهم. إن شاء الله بالفيديوهات الجاية راح نبدي بالتفريزات. أنا أبدي بيها قبل رمضان بأسبوع 5 أيام، حتى لأن هي راح تبقى ويانا طول الشهر رمضان، فما معقولة نبدي بيها قبل شهر همينة تبقى أكثر من شهر بالفريزر، فبعد وقت عليها يعني إن شاء الله من الأسبوع الجاي. سويتها بهذا الشكل على شكل رولتها مثل ما شفتوا قدامكم، وهنا راح أبدي ألفها بهذا الشكل. صارت هذا الشكل الحلو انطتنا. وبعدين خليتها بقالب. القالب عندكم تستخدمون هاي الصواني اللي مفتوحة من النص تكون أحسن، وإذا ما عندكم ممكن صينية دائرية. المقياس مالها يكون تقريبا من 20 إلى حد 26 يعني ينطينا حجم زين. هنا نغطيها ونخليها تختمر ويانا للدرجة الثانية. هاي المرة الثانية جدا مهمة، تقريبا ساعة واحدة تبقى حتى تنفخ ويانا. هنا هاي صفار البيضة اللي كانت عندنا خليت لها شوية فانيلا وشوية حليب، تشوفون شلون نفخت ويانا وتقريبا القالب ويانا الملأ. راح نجي هيجي ونلمع الوجه مالتها بصفار البيض والحليب. ممكن تلمعون فقط بالحليب والسكر. الحليب دائما أحيانا يعني يسوي وجه المعجنات شوية تصير يابسة، البيض هو اللي ينطيها هاي النعومة يعني واللمعة. وبما انه احنا استخدمنا فانيلا فما راح يبقى بيها اي يعني أي ريحة زفارة. والفرن طبعا مشغل عندي على اعلى درجة حرارة فقط من الاسفل، نعامله نفس معاملة الكيك ونخليه على اول طبقة اللي جوا حتى ياخذ يعني وقت الكافي بالاستواء والوجه ماله ما يحترق ويانا رأسا. اخر 10 دقائق اذا احتاجينا ان نشغل عليها الشواية. مثل ما تشوفون صارت أنا عجبني هيجي يصير اللون مالها. وهنايا جبت قطعة من الزبدة، هاي الزبدة اللي عندي ريحتها كلش طيبة، فهيجي أمررها على سطحها حتى تنطينا لمعة وتنطينا نكهة جدا كلش طيبة. ومن تجون تريدون تطلعوها بالقالب على كيفكم، أول شي بالسكينة حاولوا أن تفتحون الحواف مالتها حتى من تقلبوها لا تكون لازقة وياكم. وإذا خليتوها بقالب مدور مو من هاي القوالب المفتوحة من النص، يفضل أن تخلوا لها ورق زبدة تسهل عليكم العملية أكثر.
وصارت عندي بهذا الشكل. وطبعا كلش طيب، كان طعمها أطيب من الكيك. أني الكيك مو كلش أحبه، وممكن هي ودافية يعني تغلفوها بورق ستريتش وتخلوها بالفريزر تحتفظون بها، أو تقصوها على شكل قطع، أو أيضا تفرزوها هي ودافية، من تطلعوها تطلع وكأنه جديدة. أتمنى يكون الفيديو مال هذا اليوم عجبكم، وتجربوه وتقولوا لنا رأيكم به. ومن هاي إلى أن أشوفكم بالفيديوهات الجاية أقول لكم باي باي، ودمتم